كم مرة جيت تنقل بياناتك ومحادثاتك من واتساب القديم لواتساب جديد، او غيرت موبايل، او حصل اي حاجة في موبايلك وجيت تنقلهم وبيقابلك مشكلة، ومشكلة النسخ الاحتياطي والجيميل؟ تعال اما احللك المشكلة دي مع بعض من خلال الهاتفين قدامك كده بالشكل ده. ده الواتساب القديم، ولو لسه ما عملتش متابعة ما تنساناش من المتابعة. ده الواتساب القديم، هنضغط عليه بالشكل ده كده، ومن ثم هنضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات هنيجي على حاجة اسمها الدردشات، هنضغط عليها بالشكل ده. ومن الدردشات دي هتنزل لتحت كده، هتلاقي حاجة اسمها نقل الدردشات، هتضغط البدء بالشكل اللي قدامك ده، وهتضغط متابعة. تمام. وسماح هيطلب منك بعض الاذونات، وهتيجي هنا بالشكل اللي قدامك ده كده، هتختار اللغة والموافقة والمتابعة وسماح، وهتكتب الرقم اللي حضرتك هتنقل عليه الدردشات دي بالشكل ده كده. ولما تكتب الرقم هيقول لك نقل دردشات اوتوماتيك، ده تحديث الواتساب. هيفتح لك باركود بالشكل ده، هتجيب عليك كاميرا بالشكل ده كده، هيبدأ يعمل لك نسخ احتياطي من الموبايل القديم للموبايل الجديد. وبكده تكون انت عملت نسخ كامل للدردشات بالرقم. وزي ما حضراتكم شايفين، نقل سجل للدردشات الى هاتف اندرويد بينقل لك كل حاجة. ما تنساش تعمل حفظ الفيديو عشان وقت ما تحتاجه تلاقيه. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من اللايك والمتابعة.